السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزينة ليلى. غنتقاسم معكم اليوم هذا الكيك الصحي بدون اي دقيق، بدون سكر، بدون زيت او زبده، وواحد المذاق خيالي كيجي فيه بحال الحلاوي ديال اللوز. واحد التعليكه كتجي فيه زوينه، يصلح للناس اللي دايرين الحميات او الناس اللي ما عزيزش عليهم السكر. وساهل ومقادير سهله وكيتصاوب في واحد الظرف وجيز. المقادير راه غتلقاوهم في صندوق الوصف. هنا كنحتاجوا البيض بحراره المطبخ، طريقه الملحه، تنسيم راه كل واحد باش ينسم، يا اما قرفه يا اما ماء الزهر، هذاك السكر ديال ماء الزهر او لا الفاني. وهنا عندي اللوز عادي، اللوز مطحون، ما كنطحنوش حتى يولي غبره، كنخليوه شويه شويه حرش. وهنا اي تمر عندكم، انا درت هاد التمر المعجن، حيدت ليه العظم وقطعته طريفات. ما عندكم تمر قاصح، حاولوا ديروه في الماء سخون وخليوه حتى يطلق، وحيدوا ليه العظم وقطعوه. وهنا خديت واحد المول، درت ليه ورق الزبده وخويت فيه هذاك الخليط ديالي وسرحته بلا سباتول بهذه الطريقه. وهنا هذا اختياريه، الا بغيتو ديروا شويه لي زاموند افيلي من الفوق، المهم اي حاجه بغيتو ديروها، او لا شوكولاته سوداء حتى هي تكون غنيه بالكاكاو. صافي، ودخلته الفران سخون حتى طاب وتحمر باش تجيكم هذيك تقرميشه على برا وكيجي معلك من الداخل، وبالصحه والراحه.